السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا معكم أخوكم رشيد في قناة غاشيدوف المتنوعة. إذا انتهت مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. البعض اعتبرها مفاجآت والبعض اعتبرها عادية. علاش عادية؟ مثلا الترجي عندما يتأهل على حساب الأهلي المصري فهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الترجي نادي كبير. وكذلك نهضة بركان لما يتأهل على حساب الهلال السوداني القوي جدا هذا الموسم، فهو كذلك اعتبره بعض يعني المتابعين ليس مفاجئا. لماذا؟ لأن نهضة بركان بطل الكونفدرالية 3 مرات، بطل السوبر، وبالتالي متعود على البطولات الإفريقية، رغم أنه هذا أول مرة في تاريخه يشارك في دوري أبطال إفريقيا، بعد تتويجه طبعا الموسم الماضي لأول مرة كذلك في تاريخه بطلا للدوري المغربي. لكن أنا شخصيا يعني أعتبر تأهل الجيش الملكي المغربي على حساب بيراميدز المصري شبه مفاجئ، خاصة بعد الأداء المخيف في مباراة الذهاب هناك في الرباط. ولكن مباراة مصر أدى أداء جيد جدا وأثبت نفسه بقوة، وفكرتنا في مباراته ضد الأهلي المصري قبل أسابيع هناك في القاهرة ليكرر نفس الشيء في مباراته أمام بطل إفريقيا، ويزيح بذلك بطل إفريقيا عن عرشه ويتأهل إلى نصف النهائي ليواجه مواطنه النهضة البركانية. طبعا سان داونز الجنوب افريقي كما كان متوقع تأهل، واجه صعوبات في مالي طبعا مباراة الإياب، ونحن نعرف قوة الكرة المالية المحلية، وأن سان داونز عنده مشكل هذا الموسم خارج الميدان صراحة. صحيح أنه قوي في ميدانه، ولكن عنده مشكل لما يخرج خارج الميدان يحقق نتائج سلبية. سنتكلم عن مباراة الهلال السوداني أمام نهضة بركان. هذه المباراة التي كان يتوقع الجميع أن الهلال السوداني لن يفرط فيها وسيفعل كل ما في وسعه من أجل التأهل إلى النصف النهائي وتحقيق هذا التأهل الذي غاب عنه لسنوات طويلة، والذي انتظرته جماهير الهلالية والجماهير السودانية طويلا، خاصة أن هذا الموسم أفضل تيم وأفضل يعني مجموعة ديال اللاعبين كاينة صراحة هذا الموسم، وأدى أداء جميل لا في الأدوار الأولى ولا حتى في دور المجموعات، بتحقيقه لمجموع من النتائج الإيجابية. حتى مباراته في الذهاب اللي كانت في المغرب كان هو أفضل من نهضة بركان، على اعتبار أنه حل ضيفا وأن نهضة بركان يلعب أمام جماهيره. وايضا ان نهضه بركان هذا الموسم ليس هو نهضه بركان الموسم الماضي او المواسم الماضيه. هذا الموسم نهضه بركان يعاني كثيرا محليا في الدوري المغربي، نتائج سلبيه كثيره، وكذلك حتى افريقيا تاهل بصعوبه كثاني في المجموعه، حاله حاله حتى الجيش الملكي، يعني حتى اخر يعني جوله استطاع ان يحقق التاهل كثاني المجموعه. كما قلنا الهلال السوداني جاء مبكرا للمغرب، يعني إدارة النادي السوداني لم تتوانى عن تقديم كل شيء للفريق، لذلك لن ألوم أنا إدارة النادي، فعلوا كل شيء، يعني كل المطالب التي طالب بها المدرب وكذلك الطاقم ديالو فعلوها. جاءوا إلى المغرب 10 أيام قبل مباراتهم مع بركان، استعدوا جيدا حتى يعني ما يكونش حجة التعب ديال السفر أو تعب ديال كثرة المباريات، ورجعوا مبكرا كذلك إلى رواندا. حتى يعني في رواندا يعني جميع الظروف متوفرة على أحسن مستوى، ملعب جيد جدا، ظروف الإقامة جيدة، كل شيء متوفر إذا. لكن شفنا دخول المباراة كان مبالغ فيه، كان هناك احترام مبالغ فيه للمنافس ديال نهضة بركان، والذي كما كان متوقع لعب الكل في الكل، لأنه ما عنده حتى شيء ما يخسره، ضروري أنه يسجل هدف، وهو ما قام به الفريق البركاني منذ البداية. الضغط بقوة على الشباك وعلى مساحات الفريق السوداني الهلال من أجل محاولة تسجيل هدف مبكر، من أجل يعني اللعب بأريحية في المباراة.
لم يتسنى له ذلك، ولكن لاحظنا أنه مصر على تسجيل الهدف، لم يتراجع إلى الدفاع، لم يتراجع حتى إلى وسط الميدان. والمثير أن الهلال أيضا كان داخل وكأنه يريد فقط التعادل السلبي، علما أنه يعني لم يكن في حاجة إلى ذلك، وكان عليه هو أن يضغط وأن لا يسمح لنهضة بركان بأن يثق في نفسه، يعني ما يعطيش هذيك الثقة. ونحن نعرف نهضة بركان والأندية المغربية معروفة عندما تعطيها الثقة في النفس راه تفعل كل ما تريد وتسيطر. وأغلب الذين يواجهون يعني أندية المغرب يحتاطون بشدة ولا يتركون لها المجال، يعني إذا أرادوا التأهل على حسابها، لأن الكرة المغربية معروفة تلعب بشكل مفتوح، لا تركن إلى الدفاع سواء داخل الميدان أو خارج الميدان. بل أكثر من هذا أن الأندية المغربية تلعب خارج الميدان أفضل من ميدانها، وهذه يعني نقطة يعني معروفة للمتابع للكرة المغربية، يلاحظ أن المنتخبات أو الأندية تلعب خارج الميدان دائما. لذلك 90% من ألقاب الأندية المغربية ومنتخبات المغربية كلها خارج الميدان وليس داخل الميدان. فيعني هذا اللي أثار أنا يعني تفاجأت صراحة من أداء الهلال السوداني، خاصة أنه أمام جماهيره وأمام دعم جماهيره، ولكن هذا لا ينقص شيئا من قيمة ومستوى الهلال السوداني الذي قدم صراحة مستوى جيد طيلة المباراة. لكن المدرب ريجي كامب لم يعرف كيف يتعامل مع مباراة الإياب، بعكس الشعباني الذي أثبت خبرته يعني إنجازاته ظهرت في هذه المباراة الحاسمة. وهنا تظهر قوة المدربين وكفاءتهم في المباريات الحاسمة. نعم، في المباريات الحاسمة وفي الشدائد كما نقول تظهر قيمة سواء المدربين ولا حتى اللاعبين. يعني واضح أنه أعطى ثقة للاعبين وأعطاهم يعني ما نقصهم حتى شيء. يعني أنتم أبطال إفريقيا عدة مرات، أنتم أبطال يعني كؤوس أخرى، يعني مثلا لاعبين دوليين متوجين مع منتخبات مغربية أو مع أندية مغربية. حتى هو كذلك، هو التيم ديالو فريقه يعني الشعباني وفريقه التدريبي عندهم خبرة كبيرة. والملاحظ أنه باش تعرفوا أنه عنده ثقة، أن حتى الشويعر الذي ضيع ضربة الجزاء، هو المفروض اللاعب الذي يضيع ضربة الجزاء يتأثر نفسيا، ولكنه لم يتأثر، واصل اللعب بكل قوة وأنقذ فريقه بتسجيله الهدف الذي أهل فريقه وصعد به بإنجاز تاريخي غير مسبوق لفريق نهضة بركان ليصبح رابع نادي مغربي يصل إلى نصف نهائي عبر التاريخ ديال دوري أبطال إفريقيا. نتحدث عن دوري أبطال إفريقيا بعد الرجاء والوداد والجيش الملكي الذين كانوا هم من وصلوا إلى النصف النهائي. طبعا الآن نهضة بركان يصبح رابع نادي مغربي يصعد إلى المربع الذهبي في دوري أبطال إفريقيا. على فكرة حتى في كأس الكونفدرالية الإفريقية نادي أولمبيك آسيا المغربي أصبح ثامن نادي مغربي يتأهل إلى المربع الذهبي للكأس الكونفدرالية، بعد طبعا فوزه ليلة أمس أو تعادل ليلة الأمس 2-2 في مباراة رائعة ومثيرة في كازابلانكا مع الوداد، ليصبح أيضا ثامن نادي مغربي يتأهل إلى النصف النهائي. وكذلك يصبح في أول مشاركة هو أولمبيك أسفي، هذه أول مشاركة له. وعلى فكرة أولمبيك أسفي راه هو آخر ترتيب الدوري المغربي، هو في المركز 16، يعني نتائجه سلبية ومهدد بالنزول إلى القسم التالي، ومع ذلك وصل إلى المربع الذهبي الإفريقي. وهنا الإثارة وهنا المفاجآت التي عودتنا عليها الكرة المغربية والأندية المغربية دائما، لا تعرف يعني من يتأهل ومن يفوز. نتذكر جيدا سنة 2011 لما توج المغرب الفاسي بكأس الكونفدرالية إفريقيا، وتوج كذلك المغرب الفاسي هو نفسه بكأس السوبر الإفريقي، على حساب من؟ على حساب النادي الإفريقي التونسي وعلى حساب الترجي التونسي. وقتها المغرب الفاسي كان في أسفل الدوري المغربي، ومع ذلك حقق التاجين الإفريقيين على حساب أندية القمة التونسية. وكذلك نتذكر الفتح الرباطي لما توج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب الصفاقسي التونسي كذلك. يعني مفاجآت واضحة. نغلق القوس ونعود إلى نتائج دوري أبطال إفريقيا. قلنا الجيش الملكي كذلك حقق إنجازا
تاريخيا صحيح أنه ليس أول مرة، ولكن تاريخ لماذا؟ لأنه بعد 38 سنة من عقدة النصف النهائي. 38 سنة والجيش الملكي يناضل من أجل الوصول إلى المربع الذهبي ديال دوري أبطال إفريقيا، علما أن الجيش الملكي راه أول نادي مغربي يتوج بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك هو أول نادي مغربي يتوج بكأس الكونفدرالية إفريقيا. ولكن توج بهذه الألقاب ما كانش استمرارية باش يكون على القمة مثله مثل الوداد والرجاء وأندية أخرى، فغاب طويلا. طبعا الغياب معروف نظرا كما قلت سابقا في نفس هذا الفيديو هذا، كما قلت قبل قليل، نظرا للمنافسة القوية ديال الأندية المغربية على الدوري المغربي، وبالتالي كل سنة نرى أندية جديدة تمثل المغرب في البطولات الإفريقية. إذا حقق تأهلا تاريخيا، كان على حساب من؟ على حساب بطل إفريقيا بيراميدز الذي جرده من لقبه، وبالتالي أصبح الجيش الملكي في النصف النهائي إلى جانب نهضة بركان، وبالتالي ضمان النهائي مغربي، وإياب دوري أبطال إفريقيا سيكون هنا في المغرب، إما في الرباط إما في نهضة بركان، طبعا تحتضن المملكة المغربية مرة أخرى نهائي كبير للقارة الإفريقية. رغم كل شيء دائما المغرب حاضر ولله الحمد، الأندية المغربية والكرة المغربية حاضرة بقوة، شاء من شاء وأبى من أبى، بالكرة الإفريقية والكرة العربية حاضرة دائما في الفيناليس، سواء البطولات العربية أو البطولات القارية. وبالتوفيق للجيش الملكي أو نهضة بركان للتتويج بهذا اللقب، و ضمان تمثيل نادي مغربي في كأس العالم المقبلة 2029، كأس العالم للأندية إن شاء الله. ستقولون لمن تتمنى أن يتوج نهضة بركان أم الجيش الملكي؟ سوف أقول لكم صراحة أتمنى الجيش الملكي المغربي، لأنه يستحق صراحة، حتى نهضة بركان، ولكن المهم هو يكون مغربي وفقط. بالنسبة للترجي، لديه مباراة صعبة أمام سان داونز. الترجي تطور مستواه بكل قوة في الفترة الأخيرة، بعد حتى سبحان الله، يعني الأندية التي كانت تمر بظروف صعبة هي التي تأهلت، الجيش الملكي، نهضة بركان، والترجي. يعني الأندية التي كانت تمر بظروف صعبة تقنيا وإداريا وتسييريا هي التي مرت إلى النصف النهائي، والأندية التي كانت مرشحة لم تتأهل وسقطت في ربع النهائي. كل الأندية التي تصدرت المجموعات هي التي خرجت. إذا هذا كل ما لدينا أيها الإخوة الكرام، أشكركم على المتابعة، لا تنسوا اللايك فضلا وكرما منكم، كذلك كتابة التعليقات ورأيكم بالتحليل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.